في كلمة بنسمعها كلنا النهاردة اسمها البراندنج، بس قليل اللي يعرف أصل الكلمة يرجع لآلاف السنين، وإنها ما كانتش مرتبطة بالبيزنس ولا الماركتنج. الكلمة أصلها أولد نورس، معناها برندر يعني يحرق. أيوة، يحرق بالنار. تعال نخش في تفاصيل القصة. اللي حصل ان زمان جدا رعاة البقر يعني كان عندهم آلاف المواشي، كان كل قطيع بيشبه التاني، فكانوا بيجيبوا حديدة سخنة ويحطوا علامة مميزة على جلد البقر، حرف بقى، رمز، أي إشارة عشان يعرفوا الماشية لما تختلط مع بعض. لكن المثير بقى إن العلامة دي ما كانتش بس للتفرقة، مع الوقت بقت رمز للسمعة. يعني لو العلامة بتاعت راعي معروف بجودة البقر، الناس كانت بتدفع أكتر عشان تشتري منها. الفراعنة نفس الفكرة، كانوا بيحطوا نقوش في المعبد على الفخار وعلى الحلي، مش بس عشان يقولوا الملك فلان، لكن عشان يربطوا الحاجة بتاعته بهيبته وسمعته. حتى في الإمبراطورية الرومانية الحرفيين نفسهم نقشوا على السيوف والفخار. اللي عنده ختم مشهور الناس بتدور عليه بالاسم، يعني لو كانوا جوهم النهارده كنا ممكن نقول عليهم عملوا لوجو. البراندنج بدأ كعلامة ملكية وختم حرفي، بس مع الوقت اتطور وبقى ضمان للجودة والثقة. القيمة هنا ايه او الخلاصة؟ ان البراندنج مش اختراع حديث ابدا. البراندنج هو انعكاس غريزة بشرية قديمة، اننا نثق في العلامة اللي احنا نعرفها. من اول بقرة كانت في المزارع اللي انا كنت لسه بحكي لك عنها، لحد اغلى الشركات التكنولوجية اللي انت عارف، الموضوع هو العلامة عمرها ما كانت بالشكل، العلامة كانت بالوعد. وعد البراند نفسه هو اللي بيخلي الناس تختارك بقى عن غيرك. ده التفسير المنطقي اللي لازم تعرفه، انه مش مجرد اعلان او تصميم منزله على السوشيال ميديا. البراندنج هو تاريخ طويل من الثقة والسمعة، متشال كل ده في رمز صغير اللي هو اللوجو بتاعك، ممكن يعيش سنين.